اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. احنا النهارده فين؟ احنا النهارده يا جماعة في بيتنا. من على سفرتنا بنقدم فيديو جديد. دوسي لايك واشتركي في القناة وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد وكل مفيد من يوميات بوتا. عايزة اقول لكم النهارده يوم جميل ان شاء الله. ربنا يوسع رزقكم ويوسع رزقي. ببدأ مرحلة جديدة في حياتي ان شاء الله. عايزة دعم كبير قوي 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 قوي. دوسوا لايك واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس. ان شاء الله يكون يوم سعيد عليا وعليكم. ببدأ خطوة جديدة. عايزة مساندة منكم، عايزة دعم. عايزة اجيب لكم احلى حاجة في الدنيا اقدمها لكم ان شاء الله. يا رب اكون موفقة في اختياراتي. دوسي لايك وشيري على قد ما تقدري عشان تفيدي وتستفيدي من يوميات بوتا. والدال على الخير كفاعله. هنبدأ ونقول بسم الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. النهارده جايبه لكم براهات يا بنات تحفه. حاجه كده من ورا العقل، كلها ماركات واستوكات. اغلبها بالتيكت. عايزه اقول لكم هجيب لكم كوليكشن جامد اكبر من كده كمان. بس ان شاء الله عايزه بس احس بدعم واحس بنشاط. انا موقفه بقالي كتير وكل شويه ارجع واوقف ارجع واوقف. فبصوا عايزه اقول لكم شجعوني. دوسوا لايك واشتركوا في القناه وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد وكل مفيد من يوميات بوتا. عايزه كمان تقولوا لاصحابكم. تكبروا القناه بيكوا وليكوا ان شاء الله. هنبدا ونقول بسم الله. عايزه اقول لكم البراهات تحفه. يعني بصوا التفاصيل. انا عايزه بس اوريكم التفاصيل. الحاجه كده تحفه. بصوا الخامات عالية جدا. الحاجات ماركة يا جماعة. الحاجة تحفة. المقاسات مختلفة. طبعا بصوا جايبة كمان ماركات عالية قوي. الحمد لله. بصوا في بقى المقاس اهو. 80 سي و36 سي و95 سي. في برضو حاجة زي كده. الكب بتاعها حلو. ده كده مش مبطنين يا جماعة، مبطنين تبطينة خفيفة جدا زي ما انتوا شايفين كده. اللي بيحب الحمالة العريضة برضو منسيتش ان انا اجيب حمالات عريضة. بصوا يا بنات الحمالة عريضة جدا. في برضو بصوا التفاصيل بتاعة الظهر. انا عايزة بس اوريكم التفاصيل بتاعة الظهر لانها حكاية بصراحة. بصوا الدانتيل اللي فيها، ودانتيل ناعم جدا يا جماعة، مش بيشوك، ناعم جدا جدا جدا. طبعا. يعني مش محتاجة ان انا اشرح الحاجة قد ايه حلوة وقد ايه جميلة. بصوا ده الكب بتاعه كبير. ده 40. الكب بتاعه كبير. بصوا التفاصيل بتاعة القفل بتاعته كمان حلوة جدا. في برضو ده التفاصيل بتاعته مختلفة شوية. بصوا الحمالة بتاعته مقسومة كده من عند الصدر. بصوا تحفة. مش عارفة هي باينة في الفيديو ولا لأ، بس هي كده بصوا بتبقى كده من قدام. التفاصيل بتاعته تحفة برضو. بصوا التفاصيل بتاعته حكاية زي ما انتوا شايفين كده. يا رب يكون ظهر في الفيديو. الكب بتاعه مش كبير قوي. في حاجات زي كده رياضي. بصوا دي الكوبشة بتاعتها من قدام زي ما انتوا شايفين. دي الخامة بتاعته زي البالونة كده. برضو بيبقى ليه. بصوا الكب بتاعه بيبقى بيتفتح. ده دانتيل ناعم جدا زي الجوبير كده اللي هو بيتمط. هو زي البالونة. هوريكم الماركة بتاعته برضو والمقاس. يا رب بس اعرف. اهو انا معلش بصور بيد واحدة. اهو دي الماركة بتاعته. بالنسبة للمقاس، المقاس اهو ب85. طبعا اللي بيلبس ماركات بيبقى فاهم في المقاسات بتاعته. في حاجات زي كده. دي الكب بتاعها اهو. دي ايدها الحمالة بتاعتها اللي هي فيها شغل كده زي ما انتوا شايفين. دي الماركة اهي. المقاس بتاعها 85 سي. في حاجة زي كده برضو. بصوا يا رب بس يكون ظهر لكم التفاصيل. ده الخامة اللي انا بقول عليها عاملة زي البالونة.
تحفة. خامة مريحة جدا وجميلة، مكسية من قدام بالتل المبطن كذا طبقة زي ما انتوا شايفين، وافخم انواع التل. عايزة اقول لكم برضو الكب بتاعه تحفة. هو مقفول من ورا كده، مش ليه اي حمالة ولا اي حاجة. هو يعني مش ليه كوبش، انتوا طبعا فاهمين قصدي. هو زي الرياضي كده مقفول منه فيه. في فتحة كده من جوه برضو للناس اللي بتحب تشيل الكب اهو. دي فتحة معمولة من الناحيتين زي ما انتوا شايفين كده، بتشيلي منها الكب بتاع البرا. ده المقاس بتاعه 2 اكس لارج اهو، الماركة بتاعته ده 2 اكس لارج. في بقى الحاجات دي، في حاجة زي كده برضو التفاصيل بصوا حلوة جدا. الماركة بتاعته اهي. ده مقاسه تقريبا 40. طبعا عايزة اقول لكم التفاصيل بقى، ادق التفاصيل. بصوا الشياكة، يعني بصوا الشياكة تحفة. دوسوا لايك وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد وكل مفيد من يوميات بوتا. لو عجبكم الفيديوهات عرفوني عشان اعمل لكم فيديوهات من دي تاني. بصوا يا جماعة التفاصيل، يعني بصوا تفاصيل تحفة. بصوا زي ما انتوا شايفين كده، يا رب يكون ظهر لكم في الفيديو. برضو دي الماركة بتاعته اهي، والمقاس بتاعه. هي الحاجات دي وان بيس، يعني مش بيبقى فيها قطع تاني، بتبقى هي واحدة بس. دي الماركة اهي. في ده كبير بس ده مبطن شوية. لو هنشوف كده من جوه هنحس ان هو مبطن اكتر، يعني التبطينة بتاعته اعلى شوية والمقاس بتاعه كبير. بصوا التفاصيل، الخامات بتاعت الحاجة تحفة تحفة يا بنات. ده مقاسه فيه ده دانتيل. بصوا دي الماركة بتاعته اهي، والمقاس بتاعه 40 سي. في برضو ده حاجة كده بتتلبس ممكن في البيت. دي حاجات مش مبطنة خالص، ده قماش اهو زي ما انتوا شايفين من جوه، مش متبطن نهائي. يعني لو انتوا شايفين مش متبطن، بصوا انا ايدي باينة اهي، ده خفيف جدا. بصوا التفاصيل بتاعت الحاجة تحفة. الحاجة رقيقة جدا يا جماعة. بصوا دي الماركة بتاعته اهي، ودي المقاسات تحفة. في حاجة زي كده، بصوا التفاصيل بتاعتها، الشغل بتاعها تحفة. دي كب كبير برضو متبطن. بصوا عايزة اقول لكم انه فيها تبطينة كده. آم، عايزة افهمكم التبطينة. بصوا من تحت بس، من النص اللي هو بتاع الكب من تحت بس، هنا التبطينة بتاعته خفيفة، هنا التبطينة اعلى شوية زي ما انتوا شايفين كده. حاجة يعني خرافية. بصوا الايد بتاعته عاملة ازاي، بصوا التفاصيل. في طبعا الماركة بتاعته اهي. عايزه اقول لكم التل بتاعه ده يا جماعه، اللي خايف من التل ناعم جدا. دي حاجات مستورده مش مصري. التل بتاعه تحفه، ومش بيشوك ومش بيوجع خالص في الجسم. في برضو حاجه زي كده، بصوا التفاصيل تحفه. ده متبطن نص بوش كده زي ما انتوا شايفين، نص بوش. في حاجات زي كده، يعني بصوا التفاصيل بتاعت الايد بتاعته زي ما انتوا شايفين. دي الماركة بتاعته. ده صيني يا جماعة، بس في حاجات ماركات عالية، يعني في H&M، في زارا، في ايتام، في حاجات مختلفة وماركات مختلفة. اجيلكوا بس من الناحية دي عشان الاخير ده الاخير ده تحفة برضو. دي الماركة بتاعته. لا في ماركات عالية وفي حاجات صينية، يعني في حاجات من ده على ده.
بصوا يا جماعة، ده التم المقاس بتاعه تقريبا 36 بي اهو، زي ما انتوا شايفين كده. تفاصيل برضو الايد بتاعته تحفة زي ما انتوا شايفين. دوسي لايك واشتركي في القناة وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد وكل مفيد من يوميات بوتا. سلام عليكم.